بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل الجزء الثاني من المقاومات الطبيعية من قناة الأسطورة في الجغرافيا والتاريخ. هنتكلم بعد كده على إحدى أهم المقاومات الطبيعية المهمة اللي هي الشكل. أول شكل معانا هيكون الشكل المندمج. بالدخول كده في النقاط المهمة في الشكل المندمج، لازم نبقى واخدين بالنا إن كلمة شكل مندمج يعني الشكل اللي بيميل للمربع والدائرة، يعني معناها دولة متساوية في خطوط الطول ودوائر العرض. يعني مثلا لو قال لك دولة تمتد مثلا من 10 ل14، ومن مثلا من 2 ل لمثلا ل16. تمام. تطرح انت خطوط الطول ودوائر العرض، طلعت خطوط الطول متساوية او متقاربة مع دوائر العرض تبقى دولة مندمجة. طلعت خطوط الطول اكتر يبقى دولة مستطيلة. فهنا الشكل المندمج بيختلف حسب الامتداد الفلكي، ودي نقطة مهمة جدا تاخدوا بالكم منها. تمام. يعني هنتكلم دلوقتي مثلا عندك دولة زي فرنسا، دي شكلها مندمج، دولة مثالية في كل حاجة. دولة زي ليبيا تميل للاندماج. مصر مندمجة. ناميبيا، كل هذه دول على خريطة العالم الموجودة قدامك. تمام. الجزائر تميل للاندماج. فكل دولة كل دولة خطوط الطول فيها ودوائر العرض متقاربة تبقى دولة مندمجة. طب ايه مميزات الدولة المندمجة؟ يبقى فيها سهولة اتصال، الحكومة تقدر تسيطر على كل أطراف الدولة، فيها حسن إدارة داخلية، فيها احتكاك ضعيف جدا على الحدود، يعني فرص الاحتكاك تكون قليلة جدا على الحدود، لأن حدودها بتكون قصيرة بالنسبة لمساحتها. أنا عايزكم لما تسمعوا الفيديو ده تركزوا في السؤال ده، ممكن يجيلكم مقالي. فسر العبارة فسر العبارة تقل النزاعات الحدودية على دولة فرنسا. هتقول لأن طول حدودها قصيرة بالنسبة لمساحة الدولة، حيث تميل فرنسا للشكل المندمج. الأسئلة دي مهمة جدا في المقالة. كمان الدولة المندمجة بتوفر للجيش حرية الحركة، يقدر يسيطر على كل أطراف الدولة. ولكن تاخدوا بالكم من نقطة مهمة جدا، الشكل المندمج فيه جزء منه تاني اسمه مندمج ذو بروز، يعني دولة مندمجة ما عدا جزء منها يبرز أو يدخل في دولة أخرى. زي عندك أفغانستان، ودي منطقة قلب لو تفتكروا، قلب سكاني في قارة آسيا، والكونغو الديمقراطية. تمام. تاخدوا بالكم من الجزء اللي بارز منها دي اللي عاملة زي الصابع، ده الجزء اللي بارز منها ده البروز بيسبب مشاكل كبيرة للدولة، قد يصاحبه ظهور حركات انفصالية. في بعد كده عاد الشكل المستطيل أو الشريطي، اتكلمنا فيه كتير قبل كده. الشكل المستطيلي أو الشريطي لما تكون الدولة مثلا خطوط الطول أكتر من دوائر العرض، أو العكس دوائر العرض أكتر من خطوط الطول. بس لما تكون الدولة مستطيلة طولية، يعني دوائر العرض أكتر من خطوط الطول، دي حاجة كويسة. بيتنوع فيها المناخ لأنها ممتدة من الشمال للجنوب. لكن الدولة المستطيلة العرضية زي تركيا، تمام، دي بيزيد فيها خطوط الطول وتقل فيها دوائر العرض، يبقى ما فيهاش تنوع مناخي. تاخدوا بالكم زي منغوليا. ممكن يقول لك في الامتحان البحر الأحمر لو اعتبرناه دولة يكون شكله يا مستطيل طولي، يعني شبه شيلي. البحر المتوسط لو اعتبرناه دولة، طبعا يبقى مستطيل عرضي، شبه منغوليا، شبه كازاخستان، شبه تركيا. خدوا بالكم من الحاجات دي مهمة جدا. تمام كده. لكن طبعا الشكل المستطيل سواء طولي او عرضي بيبقى فيه مشاكل مرتبطة بالدفاع عن الدولة او ظهور حركات انفصالية، يعني فيه مشاكل سياسية وضعف القوى التنظيمية ليه. في شكل تاني للدولة اسمه الشكل المجزأ. الشكل المجزأ انواع كتيرة، بس يقصد بالشكل المجزأ يعني اطراف الدولة او مناطق الدولة غير متصلة ببعضها جغرافيا. في شكل مجزأ بري زي الولايات المتحدة والاسكا بيفصلهم كندا، يعني يجيب لك مثلا دولة ولها جزء تاني في مكان تاني ويفصلها عن المكان ده دولة تاني، اللي هي الولايات المتحدة التي يفصلها كندا عن ألاسكا. كمان تاخدوا بالكم من نقط مهمة جدا في الامتحان، ممكن يمثل لك ويقول لك مثلا لو مصر وجنوب السودان أصبحوا دولة واحدة، كده مصر تاخد الشكل المجزأ البري، لأن في دولة السودان بتفصل مصر عن جنوب السودان. لو البرازيل، تمام، وبنما أصبحوا دولة واحدة، تبقى برضو البرازيل دولة مجزأة برية زي مصر كده. مثلا لو انفصلت عن
لو فصلتها السودان عن جنوب السودان. طب ليه البرازيل تبقى مجزأة برية لو هي وبنما بيجوا دولة؟ لأن كولومبيا وفنزويلا في النص، أو كولومبيا في النص موجودة في النص. فتاخدوا بالكم من الأمثلة التوضيحية دي مهمة جدا. تمام. في مجزأ أو دول بحرية مجزأة زي اليابان، الفلبين، أندونيسيا، يعني المياه بتفصلها عن الجزر بتاعتها، ودي مهمة جدا. جاء سؤال السنة اللي فاتت جاب لهم الوطن العربي وجزء منه جزر في الخارج. قال له الوطن العربي كده بياخذ الشكل يا طالما في جزر ليها برا يبقى الوطن العربي مجزأ بري وبحري، مش مجزأ بري ولا مجزأ بحري. زي إيطاليا كده جزء منها في اليابس جزء منها في الماء، تبقى مجزأ بري بحري. خدوا بالكم من الكلام ده مهم جدا خالص في الامتحان. في بعد كده الشكل المحتوى أو الدولة الجيبية، يعني دولة جوا دولة، زي ليسوتو في جنوب أفريقيا والفاتيكان في إيطاليا. طبعا الدولة دي طالما جوا دولة تبقى خاضعة في سياستها الداخلية والخارجية للدولة المطوقة ليها. يعني القوى السياسية والاقتصادية والعسكرية للدولة الجايبية تكون خاضعة للدولة المحيطة ليها. عشان كده الدولة الجايبية بتحاول تحافظ على العلاقات الودية مع الدولة اللي بتحوطها، يعني مطوقة ليها، ودي مهمة جدا يا جماعة وتاخدوا بالكم منها. الدولة الحبيسة غير الجايبية، الحبيسة محاطة بمجموعة دول، الجايبية محاطة بدولة واحدة. في بعد كده التضاريس، تاخدوا بالكم من الحاجات اللي هقولها دلوقت. في دول فيها طابع سهلي، يعني هولندا وألمانيا سهول. دول فيها كلها جبال، طابع جبل، سويسرا واليابان. دول متنوعة التضاريس، مصر والبرازيل. تجيبوا خريطة التضاريس من كراسة المفاهيم اللي فيها الجبال والهضاب والسهول والأنهار، وتاخدوا بالكم من حاجات مهمة جدا. حتى تاخدوا بالكم من الأنهار المكتوبة في كراسة المفاهيم، في أنهار كتيرة مكتوبة. تاخدوا بالكم من فيهم نهر دولي ومن فيهم نهر محلي، وده هتكلم عليها في فيديوهات تانية إن شاء الله في خلال اليوم. ما علينا. عندك المرتفعات اللي هي الجبال، لها أثر إيجابي وأثر سلبي على الدولة. الأثر الإيجابي قوة دفاعية، حدود قوية زي البرانس بين فرنسا وأسبانيا. كمان مناطق سياحية زي جبال الشام، جبال الألب. خدوا بالكم من المكان، جبال الشام شمال شرق البحر المتوسط، جبال الألب شمال البحر المتوسط اللي في جنوب أوروبا. خدوا بالكم من الأماكن. كمان الجبال أو المرتفعات تمثل مناطق للثروات المعدنية. نكمل عاد، ودي نقطة مهمة جدا. في كمان آثار سلبية للمرتفعات، بتخلي في صعوبة اتصال بين أجزاء الدولة، بتخلي التنمية تبقى ضعيفة خالص لأن الجبال بتفصل الدولة عن بعضها. بتخلي في حركات انفصالية بتظهر زي إقليم كاتالونيا الذي ظهر في أسبانيا. وأين تقع هذه المشكلة الاجتماعية؟ تقع في جنوب غرب أوروبا، منطقة كاتالونيا بتطالب بالانفصال في أسبانيا. بعد كده السهول يا جماعة لها مزايا كتيرة، منها تنوع الزراعة والصناعة والعمران والصناعة، ويبقى في بنية تحتية وفي اتصال وامتزاج ثقافي زيها زي اللغة. لكن للأسف السهول بتكون مكشوفة وتخلي الدولة معرضة للاحتلال في أي وقت وبسهولة كمان. تعال نتكلم عاد على المناخ. بالنسبة عاد للمناخ وده مهم جدا، عندك المناخ بينقسم لثلاث أنواع: مناخ معتدل، مناخ متطرف، مناخ متنوع. المناخ المعتدل موجود في منطقة حوض البحر المتوسط. المناخ المعتدل موجود في منطقة حوض البحر المتوسط، ده بيخلي فيه نشاط بشري قوي. المناطق دي بتتقدم وبتتطور وبقى فيها فاعلية في الأنشطة البشرية بفضل مناخها المعتدل. طب مين هي دول حوض البحر المتوسط؟ عندك مصر ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، أسبانيا، فرنسا، إيطاليا، اليونان. تمام. عندكم تركيا، عندكم جزيرة قبرص، سوريا، لبنان، فلسطين. كل هذه مناطق حوض البحر المتوسط مناخها معتدل، تاخدوا بالكم منها مهمة جدا 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 في الامتحان. في مناخ متطرف، يعني يا إما شديد الحرارة خالص، يا شديد البرودة خالص، يا شديد الجفاف خالص. زي مثلا شمال آسيا اللي هي روسيا، دي متجمدة. شمال كندا، أنتاركتيكا. كمان في مناخ شديد الحرارة زي شمال أفريقيا، الصحاري الحارة، مناطق المناخ الاستوائي، دي كلها مناطق سلبية في المناخ متطرفة. لكن احنا في الوقت الحالي قدرنا نحارب المناخ المتطرف، زي لو قالك ايه التطوير الزراعي. التطوير الزراعي اللي حصل دلوقت ده قدر يحل مشكلة ايه المناخ المتطرف.
زي الزراعة في البيوت البلاستيكية، أجهزة التكييف، النقل والمواصلات. كل هذه طورها الإنسان وقدر يتحكم في المناخ، مش المناخ اللي يتحكم فيه. فالإنسان بيجي مش عبد للبيئة. في بعد كده حاجة اسمها التنوع المناخي. التنوع المناخي يعني التكامل في الأقاليم المناخية، وده موجود في الولايات المتحدة الأمريكية. ممكن يجيب لك خريطة الولايات والمفتاح بتاعها، ويقول لك مين أفضل المناطق المناخية فيه. أنت طبعا تروح للمناخ المعتدل والمتنوع فيه، زي المناخ المعتدل شرق القارات، ده أحسن منطقة يبقى فيها تكامل. طيب، بالنسبة عاد للنبات الطبيعي. النبات الطبيعي غابات وحشائش. الغابات بنصنع منها الخشب والمطاط، ونتخبى فيها وقت الحروب الاحتماء، ومصادر للدخل القومي طبعا. وهنزلكم حاجات عن مناطق الغابات في العالم فين. والحشائش مصدر للثروة الحيوانية، وأكتر مكانين في العالم فيهم ثروة حيوانية بفضل الحشائش طبعا استراليا والأرجنتين، تاخدوا بالكم، ومعاهم دولة البرازيل، مهمين جدا اللي بيمر فيهم مدار الجدي. أكتر المناطق اللي فيها حشائش في العالم بتمر بيهم دائرة عرض 23.5 جنوبا. ده باختصار خالص المقاومات الطبيعية، نقاط مهمة تركزوا فيها. وفي حاجات كتيرة مرتبطة بالدرس ده ودروس تانية هنزلها إن شاء الله. بس أهم حاجة تراجعوا الفيديو أكتر من مرة، وما تنسوناش من الإعجاب. وربنا بإذن الله سبحانه وتعالى هيكرمكم في الامتحانات، وبالتوفيق للجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.